السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة ستريبس الفراخ. قطع الكنتاكي كده، القطع على بعضها. وهنعمل ستريبس اللي هو شرايح الفراخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لايكات بقى كتير، اللي مش مشترك في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. في البداية كده أنا معايا فرخة. أنا حبيت إن أنا أسلق معايا الفرخة كده نص تسوية، علشان أتفادى إن الفراخ ما تبقاش يعني نية لسه معايا وفيها دم كده من جوه. فحبيت ان انا اكون في المضمون، فايه هاخد معايا الفرخه زي كده، هاخدها اسلقها معايا كده نص تسويه بس. معايا هنا الفرخه حطيتها طبعا في ميه مغليه، حطيت معاها منكهات كده، حاجات بسيطه خالص، بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، ملح، فلفل اسود كده، رشه بسيطه بس. حبهان عشان زفارة الفراخ. اي منكهات انتي بتستعمليها تقدري تحطيها. ورق لوري. هسيبهم كده ياخدوا معايا ايه نص تسوية. معايا هنا صدر الفراخ. هبتدي اخلي معايا كده صدر الفراخ من اي عظم فيه. هبتدي اقطعه معايا كده شرايح طويلة. يعني عايزة الشريحة كده تبقى ايه مسمغة كده معايا، يعني حلوة كده، فيها لحمة، متبقاش شريحة خفيفة خالص كده فتنشف معايا بعد التسوية الاقيها نشفت معايا خالص كده. لا، عايزة تبقى ايه فيها كده لحم من جوه، بحيث وانتي بتاكلي قطعة الاستريبس كده تبقى واخدة طبقة القرمشة من بره، وفي نفس الوقت من جوه كده ايه طرية معاكي. هقطع معايا الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو. طبعا الفيديو مش محتاج شرح، شايفين قطعة الفراخ الحجم بتاعها، وشايفين كل حاجة قدامكم بالشكل اللي انتوا شايفينه. هقطع كمية الفراخ كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهبتدي اتبل معايا، اعمل معايا تتبيلة الستريبس اللي هنجع معايا فيها الفراخ. بسم الله ما شاء الله. صدر الفرخة كان كبير معايا فعمل معايا كمية يعني. هبتدي انزل عليه بمية، مية ساقعة عادي كده يعني، او فترة عادي من الحنفية. هبتدي انزل معايا دلوقتي بالتوابل بتاعتي. معايا هنا دي مرقة دجاج، شطة حمرا، فلفل اسود، اللهم صل على حضرة النبي، كركم، بابريكا، من كل حاجة كده معايا معلقة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه، معلقة من الملح، معلقة كبيرة من الملح. ممكن بقى تضيفي بودرة توم، بودرة بصل. انا ضفت بودرة توم، بودرة بصل، بس ما صورتهاش، بتدي برضو ايه نكهة مميزة خالص للفراخ. هبتدي احطهم معايا كده في طبق اكبر، علشان دلوقتي هبتدي اطلع معايا قطع الفراخ اللي انا قلت لكم هسويها كده نص تسوية. هطلعها من الشوربة بالشكل ده كده، وهحطها معايا كمان في التتبيلة، اسيبها تتنجع كمان معايا في التتبيلة شوية فتتشرب معايا من التتبيلة دي. شايفين خطيرة ريحة التتبيلة يا جماعة، فظيعة، ريحتها جميلة خالص. وهنبقى ضامنين معانا الفراخ هتكون معانا مستوية، علشان ان احنا ايه اديناها نص التسوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي احضر معايا دلوقتي الكفر اللي انا هغطي بيه الفراخ. معايا هنا نص كيلو من دقيق جميع الاغراض. هحط عليه نفس التوابل اللي انا حطيتها في التتبيله.
ملح، فلفل اسود، شطة، مرقة دجاج، بابريكا، كركم، بصل بودر، توم بودر، من كل حاجة نص معلقة. هنا عشان اخد القرمشة على كفر الاستريبس كده، بضيف معايا كيس من النشا. هضيف كمان معايا من المكون ده اللي هيدي معايا كمان شكل الاستريبس الجاهز. ده معايا اللي هو كريسبي، اللي بنغلف بيه قطع الفراخ. ضفت منه هنا كوباية على الخليط اللي انا عملته معاكم، خليط التغطية. هبتدي دلوقتي اخد معايا قطع الفراخ وهنزل بيها في الدقيق بالشكل ده كده، وهبتدي اقلبها معايا، اتاكد ان اتغلفت معايا من كل ناحيه بالشكل ده كده. هجيب معايا دلوقتي ميه ساقعه، ويستحسن يكون فيها قطع من التلج، وهنزل فيها قطع الفراخ وهبتدي ارجعها على الدقيق تاني، وهجلبها كده معايا من فوق لتحت 10 مرات. كل التقليبات كده في الفراخ من بره لجوه كده، علشان يعمل معانا نفس الكفر لقطع الكنتاكي وقطع الاستريبس الجاهز. شايفين معايا هخلص الكمية كلها دي معايا قطع الاستريبس. هبتدي اغلفها بالشكل ده كده، هنزلها في المية الساقعة، هرجعها تاني على التغطية، كفر التغطية تاني، هقلبها كده معايا. شايفين بفتح صوابع ايدي وبقلب معايا قطع الفراخ من تحت لفوق، بنفضها بالشكل ده كده. شايفين عملت معايا الزجزاج ده اللي هو بيبقى في قطع الاستريبس الجاهزة. خطير يا جماعة. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها معايا. هنا زيت غزير ويكون ساخن معايا تماما. هبتدي اهدي النار على الزيت بعد ما اتاكدت ان هو سخن، وهنزل معايا بقطع الاستريبس بالشكل ده كده. قطع الاستريبس مش هنقلب فيها نهائي، مش هستخدم اي معلقه نهائي دلوقتي لحد ما الاقي معايا قطع الاستريبس اتشمعت معايا تماما واخدت معايا اللون الذهبي. هبتدي اقلب فيها بعد كده. شايفين بدأت تاخد معايا اللون الذهبي ازاي؟ شايفين الكفر مسك عليها وبدأت تاخد معايا اللون الذهبي الخطير اللي انتوا شايفينه ده. تقرمش معانا، خطيرة يا جماعة. ما بقلبش فيها كتير علشان الكفر بتاعها ما يتبهدلش معايا. انا عايزاها تفضل محافظة على الشكل بتاعها. ده السر اللي هيطلعها معاكي كلها زي الجاهزة كده، وطلعها معاكي كلها اللون ذهبي كده والقشرة ثابتة عليها. شايفين الزيت معايا نظيف تماما. ابتدي دلوقتي انزل معايا بقطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه. هقلب معايا قطع الفراخ بالشكل كده. هسيبها لحد ما تاخد معايا اللون من الجنب اللي انا نزلت عليها قطع الفراخ. بعد كده هبتدي اقلبها على الجنب التاني. شايفين معايا بقت شبه قطع الكنتاكي الجاهزة، وكمان احسن وانضف. كمان حاجة انت عاملاها في البيت على ايدك، ضمناها، عارفة جودة الفراخ وغسلها كويس. خطوات بسيطة خالص كده. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا تحمير بالشكل ده كده. وزي ما اتفقت معاكم ما بستخدمش المعلقة غير لما احس ان الفراخ اخدت معايا الكفر مسك معايا على قطع الفراخ، فببتدي ادخل المعلقة في الوقت ده.
قبل كده ما بدخلش معايا استخدمش معايا المعلقه علشان الكفر ما يتبهدلش معايا ويتشيل من على الفراخ. شايفين هخلص كل الكميه بالشكل الممتاز الخطير اللي انتم شايفينه. اللون موحد لكل قطع الفراخ، طالعه كلها باللون الذهبي الخطير، مقرمشه سوبر قرمشه يا جماعه، فظيعه خطيره خالص. هخلص كل الكميه وهرجع لكم. هنا كنت خلصت بقى كل الكميه، طبعا هي مش الكميه كلها دي طبعا، ربنا يخلي اولادنا واولادكم، طبعا بتبقى الحاجه زي كده ما بيستنوش عليها. فانا اخدت دول منهم لحد بس ما اصورهم عشان اوريكم النتيجه. شايفين خطير اللون، القرمشه خطير يا جماعه، فظيع. والطبقه طبقه الكفر ماسكه على قطع الفراخ، بسم الله ما شاء الله. كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى طبعا اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.